بسم الله الرحمن الرحيم. هسه طريقة أخذ القياس للكيلوت. نحتاج تقريبا 4 قياس، الطول من الخصر إلى الطول اللي تريدوه إلى الأسفل حسب طول الشخص. الخصر هاي تعرفوها هالشكل، بس لا مضبوب شوية لأن هو للراحة. محيط الورك أيضا على أعلى نقطة بالورك، زائدا اليد 4 أصابع أو 3 أصابع تدخل بالدائرة، 4 أصابع أو 3 أصابع تدخل بالدائرة، يعني تقريبا 10 أو 8 9 سنتيمترات أبعد من الدائرة. السرج لازم تجلسون على مكان مستوي عدل، كرسي، منضدة، من الخصر إلى المكان، من الخصر تماما تشوفون خصر الشخص إلى المكان اللي تجلس عليه، هو هذا السرج. وهاي هي القياسات اللي تحتاجوها. بعد ما أخذنا القياسات وسجلناها حتى نرسم الجيب كيلوت. وجيب كيلوت هو ما بين التنورة وما بين البنطلون، يعني الموديل مالته ماخذ من البنطلون من التنورة. فأول ما نبتدي نرسم التنورة الأساسية، هي مستطيل الطول الأساسي اللي نريده، وكذلك العرض ربع محيط الورك، ربع محيط الورك، وارتفاع الورك اللي هذا حجم كبير، فارتفاع الورك 22 تقريبا. والكورساج طبعا اخذناه، هذا الكورساج ناخذه بالبنطلون والجيب كيلوت، ما نحتاجه بالتنورة. فرسمنا التنورة، البنسة راح نلغيها، بس ايضا رسمناها حتى نشوف شلون. اول شيء نقوم بعمله حتى لان هو مريح، فراح ننطي 8 سنتيمترات، 6 أو 6 أو 10 حسب الرغبة للطية، حتى يصير عريض ومريح، حتى يصير مريح جدا للسبورت للعمل. فناخذ هاي 8 سنتيمترات ونمده على استقامته، صار المستطيل أكبر. الكورساج نمده على استقامته، خط الكورساج اللي هو 33 هو المسافة من الخصر إلى الإنسان وهو جالس على مكان مستوي كأن منضدة، نمده على استقامته. هذا خط الكورساج. زين، فالآن صارت عندنا هاي الخطوط، هذا نقيسه بحيث يبعد من الأمام. إذا كنا للأمام يكون بحدود، يعني يبعد بحدود 13 14 12 10 حسب الحجم. بما أنه هذا حجمي كبير أني، فحتى راح أسوي 13. ممكن هذا الحجم، هذا هسه الورك 132 سنتيمتر، 132 سنتيمتر، فلذلك انطيته منه أكبر، بينما لو أريد أسوي بنطلون لازم أقل. زين، فهذا 13، لما أجي على الظهر راح أنطي أكثر. زين، هذا بتجيب كيلوت، بس بالبنطلون أقل. زين، هسه حتى هاي القوسة اللي من الخلف تكون، راح أبدي من الأعلى وأبدي بالتدريج، وبعدين قوس، قبل ما يعني مسافة تقريبا تصير متساوية منا ومنا، تصير قوس عميق تتوصل بهاي النقطة. هذا الأمام ما للجيب كيلوت. بعد شوية راح نشوف الخلف أيضا تقريبا يكون مثله. هسه الآن منا إلى الأسفل ممكن ننزله بخط مستقيم، يعني مثلا أنا نزلت من هنا 13 13
13 سنتيمتر. ممكن منها أيضا أقيس 13 وأوصله بخط مستقيم ويكون انتهى تقريبا، أو أنزله أقل من عنده، أقل مثلا 10 أو 6 أو 8، أقل بالعرض، أقل من الأسفل، ووصله أيضا بخط مستقيم مع هاي النقطة اللي هي نقطة الكورساج. بس ما أخليها الشكل، لا، منا تكون شوية محدبة وبعدين تميل مائلة. ممكن هالشكل، وهذه وياه. هذه هسه انتهى تقريبا الأكثرية مالته أو معظم الباترون. بقى عندنا الخصر بما أنه حجم كبير، قسم منهم راح ينزل منا 3 سنتيمترات أو 4 وينزل للخط الخصر، وقسم يصعد. هذا مالتي أعلى من الخط ب2 سنتيمتر، يعني هذا مالتي 2 سنتيمتر أعلى. فبهالحالة أوصله بخط الخصر، بهذا الخط الخصر بالأعلى، بالنقطة اللي أعلى، لأن الحجم الكبير يختلف. هذه بالأعلى. بقى شيء آخر، خلصنا من هذا الخصر. هذا الطية، هاي الطية يعني راح تكون منها، راح يصير منها السحاب. فبما أنه منها السحاب فأنطي زيادة للسحاب، للطية مالت السحاب أو الزبر، أنطيها زيادة. وحتى هاي الطية لا تضايقني بفتح وسد السحاب، راح أحركها إلى شوية قليلا، أحركها قليلا للأمام. فمنا هي راح تنفتح قبل هاي الحفرة، قبل هاي القوسة. فأخذها بهذا الشكل، وكأنه منا هيجي راحت هاي 8 ب8، وصلتها بالخط مالتي كأنه مستطيل 8 ب8. بس أنا ما راح أسويه بهذا الشكل، وإنما راح أقلل من عنده منا ومنا، حسب مثلا أسويه 5 أو 6. هي 8 أقلل من عندها 1.5 ب1.5، وبعدين أوصله يعني تبدي كبيرة من الأعلى وبعدين تصغر حتى تنطي عرض. أما الفتحة وين تفتحوها فبكيفكم، ممكن للأعلى، ممكن يعني بس من الخصر، هذا بكيفكم. فبهالحالة هذه الطية تلغي، هاي الطية تلغي، هاي البنسة الصغيرة. فهذا الأمام انتهى. إذا كان للأطفال، إذا كان يعني صرتي شاطرة سويتي للأطفال، هذا منه تنطي عرض يصير كلش حلو. هسه الظهر أيضا نرسم مستطيل ربع الورك، أيضا ارتفاع الورك أيضا 3 سنتيمترات منا، ونوصلها بارتفاع الورك. أيضا ننطي 8 سنتيمترات للطية حسب الرغبة، ممكن أكثر ممكن أقل. وبعدين خط الكورساج أيضا 32 أو 33 32 حسب الطول اللي عندنا.
وبعدين نوصله بخط مستقيم ونمده على استقامته، ونمده على استقامته. نمده يطلع أكثر لأن هذا الظهر راح نعطيه زيادة أزيد. هذا 8 سنتيمترات هاي للطية، هذه للتنورة، هاي اللي هنا للخصر. منا يعني عادة الظهر يعني هم نفس الشيء، شوية 2 ينزل سنتيمترين بس، سنتيمترين أو 3 بس، أيضا يعني حسب الجسم. البنسة أو الطية اللي موجودة بالخصر ما راح أسويها لأن هذه راح أسوي، هذه راح أتعوض عنها. زين، هسه الآن ناخذ من خط الخصر، من نقطة الخصر، وراح نمشي بيها قليلا يعني بالتدريج بالعرض، إلى أن أوصل مسافة مالت الكورساج، مسافة يعني متساوية، تقريبا متساوية. هسه الكورساج ذاك انطيناه 13 وهذا 15، هذا الخلف 15، هذا 15 تقريبا متساوي. فمن هاي النقطة قوس، قوس. هسه إلى هنا هذا الخط الخصر إذا وياها. هسه هاي الطية أتكلم عنها الآن. ممكن ننزل عدل، ممكن عدل إلى الأخير، وممكن ننزل بأقل، نضيقها كيفنا حسب ما سوينا الأمام نسوي الخلف. وأيضا من الجانب أيضا ممكن نفسه عدل أو نعطيها شوية أقل حسب الرغبة. وإذا للأطفال ممكن نعطيها أعرض العكس. من هنا لما كانت 8، هذه لما كانت 8 من الأعلى راح نسويها من الأسفل، نخليها 6 من الأسفل، 6 أو 5 أو 6. هسه سويتها 5 وهالشكل نوصلها. هذه حتى تعطي عرض، وهذه حتى هذا البنسة اللي هنا تعوض عنها. هذه عوضت عن البنسة موجودة بالخصر. وهذا هو الكيلوت مثل ما كررت، أما أقل نعطي نضيقه أقل عدة سنتيمترات أو منا جانبي أيضا، أو يترك مثل ما هو حسب الرغبة. وهاي السنة تكررت كل عدد من المجلة، كل عدد من مجلة الأزياء كان أكو بيه عدة موديلات للكيلوت، ولذلك حبيت أطلع لكم إياه. فهذا مال هذه السنة العدد الواحد، هذا كيلوت. هسه أحاول أطلع الباترون مالته. أيضا هذا أيضا من جرسيه، من الجرسيه. منا هذا الباترون مالته، هذا الباترون، هذا الباترون نازل شوية قليل من المنطي هذا، ضيقيه قليلا من الأسفل. هذا أيضا هذا منطي بخلي له قطعة ومخروطة من الأسفل حتى يصير عملي أكثر. واللي يعني للعمل، هو للعمل. تلاحظون هسه هذه لابستها أثناء العمل مالته لتصبغ. بس اللي يهمني أنا من الموضوع هو هذا، أنا اللي يهمني من الموضوع هو هذا، حجم كبير، كيلوت حجم كبير.
ومسويه بطريقة خليله قطعة بس لما تكون بيه قطعة يكون اتصور اكثر يعطي سمن، فلذلك ما نفذته بالقطعة. الموديل مالته او الباترون مالته هذا تلاحظون الامام والخلف نفس الحفرة، الامام والخلف نفس الحفرة، وما بيطيه مثل ما احنا مسوين بهاي البنسل على الخصر. وهذه القطعة هذه على اساس مثل التنورة يصير. هاي باعوا هالشكل. وان شاء الله يعني الجزء الثاني اكمل به الفصال. اتمنى ان تشوفون الجزء الثاني ايضا. والسلام.